السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجه. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مزيدا من الدعم، وكنشكر كثير الناس اللي تشاركوا معايا في القناة باش نقدروا نستمروا بنجاح رغم هذا الحظر على المشاهدات. ما كيهمنيش انا عدد المشاهدات، لانني ما كنتخلص من القناة. كونوا على يقين، راه ما كاين لا مونيتيزاسيون لا تحمص وحسن نيت. حنا اللي كيهمنا هو توصيل رسالة توصل. هادشي علاش كنركز على المشاهده وعلى التفاعل والتجاوب، وهذا هو سبب غيابي اللي طال. الظروف الصحيه ديالي اللي طولت، عانيت كثير من فيما يخص الظروف الصحيه، ارتفاع الضغط، طونسيون، السكر، الويل الكحل، الله المستعان. والحمد لله. وايضا سبب غياب التجاوب والتفاعل. اذا فتفاعلوا معنا باش نقدروا نستمروا معكم، راه حنا كنتكلموا لوجه الله. ف بالنسبه للحديث المشهور ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيطان ثالثهما، هذاك حديث يا وزير العدل الوهبي، هذاك حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، يوحى اليه، يتكلم بالوحي، ماشي ادعاءات خاويه. الخاوي والقرنبي هو اللي عندك انت. نحن لا يشرفنا امثالكم، لا انت ولا غيرك. حنا راك مفروض علينا، راه الشعب ما باغيش لا وهبي لا اخنوج لا والو. سيروا في حالكم، عطيونا اتساع، راكم مفروضين علينا بكل صراحه. سئمنا من العشوائيه ومن الخرجات لا مسؤوله. هذه من جهه. من جهه اخرى، بالنسبه للناس المتضررين اللي يوقع لهم زلزال الحوز وغيرها من المناطق، فالناس باقيين مكرفسين، ما كاين والو. الدوله خدات قروض مهمه جدا، خديتوا اموال طائله، خديتوا من المانيا مؤخرا قرض مليون اورو، وعاد زيد البنك الاوروبي حتى هو عطاه مليار اورو ولا ما نعرف، والمفوضيه الاوروبيه وصندوق النقد الدولي عطى 1.3 مليون اورو، مليون دولار امريكي. ايوا الناس باقيين كيعانيو في الخيام، وباقيين مكرفسين، وباقي ما كاين لا استفاده لا والو. ما استافدوا لا دعم، ما استافدوا من السكن، ما والو. الناس باقيين مضرين لحد الان. داز دابا ما يقارب سنه، قريبه سنه، وباقي ما كاين حتى شي حاجه. الناس المسؤولين كيفكروا في المشاريع ديالهم. شكون هاد الناس اللي كيف غيفكروا في هاد المتضررين في اقليم حوز؟ وفين كتمشي هاد الاموال الطائله بالسلامه؟ الله المستعان بكل صراحه. فكما قلت، نحن نحتاج الى المصداقيه عند المسؤولين، ماشي تفرضوا علينا مسؤولين. هناك تعيين، يعني ماشي ديال ما تعيين خارج عن الاراده الشعبيه. مسؤول كيتعين وصافي، صحه كيتحط. كاين وزارات كيتعينوا بحال وزاره الداخليه، بحال وزير الصحه، بحال وزير الاوقاف الى غير ذلك. انتم عارفين هادشي، خصكم تعرفوه. اذا فالشعب غير مسؤول على هادشي. زياده على هذا الغلاء الفاحش، الى متى سيستمر هذا ارتفاع الاسعار؟ الى متى؟ اغلاق الدوله بالديون، قهر المواطن، تفقير المواطن، تجويع المواطن، الى متى؟ اللحم وصل 150 درهم، الدجاج 120 درهم. ما عرفتش انا هادشي فين غادي به. وعاد خلي الغلاء ديال الفواتير الماء والكهرباء بالسلامه. ايوا فين غنوصلوا معاكم حنا؟ فين غنوصلوا معاكم بهادشي؟ وحنا محتاجين اطر تربويه اللي توعي المواطن اكثر، وناس اللي عندهم كفاءات، واساتذه جامعيين يوعيوا الناس، يوجهوا الناس توجيه سليم، ولكن توجيه سليم ماشي توجيه منحرف. ناس اللي يحاولوا يسيطروا على الوضع. وخص يكون عندنا
توحيد الصفوف وتوحيد الهدف، هدف مشترك كلنا تكون عندنا رغبه في اصلاح هذا الوطن وفي تقدم هذا الوطن وفي انقاذ هذا الوطن. كلنا عندنا ما نديرو بالصراعات الايديولوجيه وبالخوى الخاوي وبالقرنابي، ونحتاج الى التصفيه والمصداقيه في القول والعمل، ماشي ناس اللي كيتاجروا بقضايا الشعب وبمآسي الشعب وكيصور مليون ولا 2 مليون في الشهر في يوتيوب وفي الفيسبوك والويل كحل وفي الموقع ديالو وما عرفت شنو كيتاجر. هذا كيتاجر بمآسي الشعب وبقضايا الشعب بدعوى النضال. اش من نضال هذا؟ اش من نضال هذا اللي كتخلص ودار بيدك ومراوغات والتضليل الاعلامي وما صافيش بنادم ما صافيش وانت حالف امك فيه، ونجيو نقولوا كلمه حق بكل احترام نوحلوا مع البياضق. انت علاش كتدافع عليه؟ واش انت مناسب معاه؟ نحن نؤمن بالقضيه لا نؤمن بالاشخاص، ولا نتبع اي شخص على وجه الارض. فهموا شويه المغاربه، كونوا بعقولكم، ما تجوجوش بالاشخاص، ما تعبدوش الاشخاص كيف ما كان نوعهم، مسؤول ولا ماشي مسؤول ولا ما عرفتش. واللي بغى يهضر عند قضايا الشعب يهضر لوجه الله، وتكون عنده على الاقل عام مصداقيه، تكون صادق، ما تكونش فيك المراوغات والتضليل والضبابيه والتملق والتطبيل. هادشي حنا كنرفضوه، وكنرفضوا دائما التعايش مع الفساد، سلك ولا ما سلك، سلك انت. حنا ما قابلينش بهذه الاوضاع. اذا فخص الالتفاته الى المواطن المقهور، وهاد الناس اللي تضروا بزلزال الحوز واش غنديروا معاهم؟ السلامه نخليهم ناعسين في الزناقي وفي الخيام وكيتكرفسوا في الشتاء وتكرفسوا في الصيف؟ ايوا شنو هو الويل كحل؟ واخا جاو شي وحدين طوعوا في البدايه ديال الزلزال و صيفطوا لهم مواد غذائيه، صيفطوا لهم كذا، داكشي ما كافيش. الدوله هي اللي خصها تكلف، والدوله خدات اموال طائله كما قلت من هذه القروض اللي قلت. فين مشاوت هذه الاموال؟ سبحان الله. هذا هو بيت القصيد. وخصنا صحافه اللي عندها مصداقيه، صحافه مستقله، وخصنا ندعموا الصحافه الحره، ماشي نصيفطوا ليها عاوتاني حملات ديال التشهير وداكشي اللي عانوا منه قبل، ويجي واحد يدافع على هاد الحملات ديال التشهير، ويجي واحد ويدين هاد المعتقلين اللي كانوا تعتقلوا في السجن، يزيد يكذب. علاش كتكذب؟ علاش؟ لصالح من؟ هاد الناس اللي تعتقلوا كلهم كانوا مظلومين وتهموا فبركه، ونريد اطلاق سراح باقي المعتقلين، لا محمد زيان ولا غيره، ولا معتقلي حراك الريف ولا معتقلين سياسيين. بغينا انفراج سياسي حقيقي ومصالحه حقيقيه على ارض الواقع باش نسيروا الى الامام. كفى من الاحتقان وبغينا التقدم. هذا هو التقدم، ماشي التقدم هو تقول لي دوله مصدره، صنعنا السيارات، صنعنا داك الشيء، بنينا مطار كبير، داك الشيء اش غنديروا به؟ داك الشيء اللي ما غيدير به والو الشعب. خصنا نشوفوا المعيشه ديال الشعب والوضعيه الاجتماعيه ديال الشعب وتحقيق الامن الغذائي وضمان حريه التعبير ودعم الفئات الهشه ودعم ذوي الاحتياجات الخاصه ومحاسبه رموز فساد. هادشي هو اللي كيخلي البلاد تقدم بشعب راقي وشعب واعي بالمسؤوليه، ماشي شعب حال فمو في الكره بين قوسين. هذه هي الرساله ديالنا. نؤمن بالقضيه ونؤمن بالتغيير ايجابي، نرفض التعايش مع الفساد، نرفض الانبطاح، نرفض السلبيه، نرفض الهزيمه النفسيه. هذه هي الرساله ديالي. نتمنى ان شاء الله يدير الله شتاء ويدير الخير والامور تصلح وتجمعوا راسكم شويه هاد المسؤولين.
واللي مسؤول يعني كيطعن في الدين بحال هاد وهبي ولا غيره، راه ما عندنا ما نديرو به، لا يشرفونا ابدا بكل صراحه، راه ما كيشرفناش هادشي. الحرب على الدين وقمع المناضلين وتخراج العينين، والله المستعان. والعشرفه فين غادي نبات شي بالسلامه؟ علاش؟ حيت محميين زعما، ولكن حين لقيتو شعب ناعس، شعب ما مسوقش، هادشي علاش. والسلام عليكم ورحمه الله.